شوربة النهاردة من أكتر الشوربات اللي بنطلبها أول ما بندخل المطعم وما بنعرفش نعملها بنفس الطريقة في البيت. بس النهاردة بقى هعلمكم الطريقة بتاع المطاعم. وأول حاجة وأهم حاجة إن احنا نعمل شوربة الفراخ. هعملها بصدور الفراخ لأن احنا هنستخدم الصدور في الوصفة، وهستخدم فيها المشروم فريش، مش هنستخدم المعلب. وكمان أفضل إن احنا نعملها بالبصل الأبيض، بس لو مش متوفر ممكن نعملها بالبصل العادي. بعد كده هتقل الشوربة بالزبدة والدقيق، بعدين هضيف لها كوب كريمة طبخ، وكمية الشوربة بتكون ضعف كمية الكريمة. يعني انا استخدمت 2 كوب شوربة وكوب كريمة. وطبعا هسيب لكم المكونات والطريقة بالتفصيل تحت الفيديو، ما تنسوش تبصوا عليها. وعايزة اقول لكم ان الفطر بيحسن صحة الجهاز الهضمي، غني بفيتامين دي ومصدر طبيعي للبروتين، كمان بيدعم صحة الدماغ وبينظم سكر الدم. عشان كده مهم ان انتوا تدخلوه في نظامكم الغذائي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوني في الحلقة ال5 من سلسلة حاجة دافية.